وكنا بصوت عالي وبصوت واحد. عاش قائد عبد الله جلال. عاشت مقاومة عفرين. عاشت مقاومة عفرين. بشار الراس اللي فوق رفاق رفيقات. بالروح بالدم نديك يا شهيد. بالروح بالدم نديك يا شهيد. ونحن أمام الذكرى الخامسة لاحتلال مدينة الزيتون، مدينة عفرين، حيث استباحت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها كل القيم الأخلاقية والإنسانية في ظل صمت دولي. 5 أعوام من القتل والتهجير والخطف والابتزاز والتدمير، من سرقة آثار عفرين وأرزاق أهلها واقتلاع أشجار زيتونها، وهي إبادة عرقية وثقافية، جنوسيد. 5 أعوام ودولة الاحتلال تطلق أيدي مرتزقتها لكل هذه الانتهاكات كي تكسر إرادة أهلنا في عفرين والعمل على تغييرها ديموغرافيا وطمس هوية سكانها الأصليين. نعم، وهذا هو النهج الطوراني الشوفيني لدولة الاحتلال التركي المبيت للمنطقة بشكل عام. نحن كقوات سوريا الديمقراطية نؤكد أن عفرين لأهلها، وإن كان للباطل جولة فللحق جولات، ونجدد عهدنا لعفرين، لتل أبيض، سيليكانيه، كل مدننا وقرانا المحتلة. نجدد العهد وسنبقى مدينين لشهدائنا وعوائل شهدائنا، مدينين لجراح عفرين حتى تحريرها وتحرير كل شبر من أرضنا من الاحتلال التركي الغاصب. الرفيقات، أيها الرفاق، إننا نقف اليوم لنستذكر الذكرى الخامسة لاحتلال جزء عزيز من الجغرافيا السورية الذي هو مدينة عفرين، مدينة الزيتون ومدينة العراقة والأصالة، التي تم احتلالها في عام 2018 مع بداية المؤامرة الدولية على شمال وشرق سوريا وتخلي القوى الضامنة عن مهامها في الدفاع عن المدينة التي عاشت وكانت ملجأ لكافة السوريين طوال سنوات الأزمة السورية، وكانت تحتضن جميع السوريين ويعيشون ضمنها بأمن وسلام. عفرين بعد احتلالها تعرضت إلى تغيير ديموغرافي وإلى تهجير أهاليها وإلى اقتلاع أشجار الزيتون وإلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد المرأة العفرينية بشكل خاص. وقد تم تهجير أهلها في مخيمات اللجوء. في هذه المخيمات التي تم تطبيق حصار خانق من قبل حكومة النظام السوري على أهالي مخيم الشهباء، ودائما لا توجد لديهم أدنى مقومات الحياة من الخدمات الأساسية، ولا زال هذا الشعب يقاوم رغم كافة التهديدات ورغم الحصار. وتبقى عفرين هي مدينة الأصالة، ومهما مورس عليها من ضغط حتى في مجال الأزمات والنكبات الإنسانية، في بعدما ضرب الزلزال مناطق شمال وشرق سوريا وسوريا وتركيا، أهالي عفرين لم يتم تقديم المساعدات لهم من قبل تلك المنظمات. تم تسييس الأمور الإنسانية والمساعدات الإنسانية، وتم تهميش هذا المكون الأصيل من الشعب السوري. إننا ما جئنا اليوم إلا لنؤكد على أننا مستمرون ولن ننسى عفرين، وأننا سنبذل الغالي والنفيس من أجل تحرير مدينة عفرين بالروح بالدم نفديك يا عفرين.